ليه ما نلتقي مع حزب البعث؟ لأنه الأهداف بتاعته لا تتفق معه. لا، كل واحدة حرية واشتراكية، بس الواحد منا يركب فيها بشكل بس شيء واحد في حزب البعث شيء واحد في حزب البعث. حزب البعث النهاردية منفصل، قيادته منفصلة من القاعدة الجماهيرية، ولكن الثورة في مصر وفي ليبيا وفي السودان متلاحم القاعدة الشعبية مع القيادة، وهذا غير موجود في حزب البعث. لا، أتأكد لما يحصل الخلاف حتى في الاسم ما بين حزبين أو تنظيمين، يستمر كل واحد منهم ياخذ موقف معين، وهو واضح الآن في الوطن العربي. يعني فعلا الحرية والاشتراكية والوحدة هي شعارات مرفوعة عند البعث وعند الجنوب، اليمن الجنوبي، وعند الاتحاد الاشتراكي وعند الحزب. لكن كل واحد يركب بشكل، ولهذا بيبدا الصراع. هذا عن طريق البعث عاوز يحققها، وهذا عن طريق الاتحاد الاشتراكي عاوز يحققها، وهذا عن طريق تنظيم اخر عاوز يحققها، عن طريق الحركه القوميه العربيه عاوز يحققها. وهكذا اذا بحثنا عن الاهداف نلقى واحده. يعني متاكد ان البعثيين ناس يسعوا مثل للوحده، لكن عاوزين وحده عن طريق البعث، وعاوزين الاشتراكيه فعلا، لكن عاوزين اشتراكيه البعث. إذن الوحدة مطلوبنا جميعا، لكن كل واحد منا، بل نحن تنظيمين، كل واحد منا عاوز يحققها عن طريقته. هم مختلفين في بعضهم، غير علشان واحد سمى نفسه القيادة القطرية والآخر القيادة القومية، صوم رغم أنهم باعثين كلهم. هذا يقول لا عن طريق القيادة القومية، وهذا يقول عن طريق القيادة القطرية. أنا أكد أن نحن نبذر بذور الصراع إذا احنا اختلفنا حتى في الاسم. هذا شيء أكيد. لا، الاختلاف في فهمي أنا للثورات في الدول الثلاث والثورات التحررية التقدمية في الدول الأخرى العربية اللي بتنادي بالوحدة والاشتراكية كل المبادئ المتفقين معنا، أنه هذه الثورات الثلاث معتمدة على القاعدة الشعبية، ومقتنعة القاعدة الشعبية بهذه الأهداف، ومقتنعة بالقيادة بتاعتها. ولكن هناك جزء من القاعدة الشعبية عمل بما يسمى حزب البعث أو بما يسمى أي شيء، وترك الأغلبية كبرى، والتحمت هذا الجزء البسيط مع القيادة بتاعتهم اللي مسكت السلطة، وعايزين يضعوا أشياء على شعبهم، ربما الشعب بتاعهم ما يكون راضي. هذا هو الاختلاف بين هذه الثورات والثورات الأخرى. قيادة وصلت للسلطة بجزء بسيط جدا من الشعب، وأهملت القاعدة الشعبية الكبرى، وحملت نفس المبادئ اللي نحملها نحن. ودي زي ما قال الأخ جمال قبل كده في محادثاته معي، ربما إذا كان وصلوا معك في تلاحم أو في اتحاد أو في أي وضع تحصل نفس التجربة اللي حصلت بتاعت سوريا. السلطة فرضت شيء على الشعب بدون ما هو يكون راضي، لأنه كانت بعيدة من الشعب. ولكن الآن أنا لما أضع تنظيم من القاعدة الشعبية متفق مع القيادة ومماثل للتنظيمات في ليبيا وفي مصر، أعتقد لا يكون هناك في فاصل كبير، وتكون كل الأشياء ماشية. عارف شو بيحصل عندنا؟ حتى احنا بنعمل تنظيم بهذا الشكل، يعني السلطة بتفرض تنظيم الشعب من القاعدة الشعبية. لا من يعني ما تعمل تنظيم للسلطة، تنظيم للسلطة لا يمشي للأمام. هو بيحصل كده. يعني احنا اذا عملنا تنظيم في ليبيا، من اللي بيعمل؟ احنا بنعمل، بنقول فلان وفلان فلان يكونوا تنظيم. لا ايش بيقولوا السلطة فرضت تنظيم على الشعب. نعم، ما يصح. بيحصل عندكم انتم، لان نحن لا نفرض، السلطة تفرض تنظيم على الشعب، ولكن نوجههم للتنظيم الصح. ايه، مهما يكون في السلطة هي اللي خلقت التنظيم. بعدين يقول واحد الحزب كان شعبي، وبعدين ناضل واستلم السلطة. إذن هذا هو اللي له جذور شعبية. والشعب والسلطة عندنا متفقين على الأهداف، فالشعب يريد التوجيه، فنحن نوجهه إلى الطريق الصحيح بجلب الخبرات من الخارج اللي هو من الجمهورية العربية المتحدة،
وعندنا النهاردة وفود، حتى النهاردة موجودة في الجمهورية العربية المتحدة متوصلة بالاتحاد الاشتراكي، واعتقد كده يعني. هذا مش يعني في ناس بيجوكم هنا وبيعرفوا التنظيمات والاشياء دي وكل شيء علشان نضع بها تنظيم مناسب. وحتى الاتحاد الاشتراكي هنا جايز يكون فيه ثغرات يستفيدوا برضه من تنظيمنا الجديد ليسدد ثغرات القديم اللي كانت ظاهرة. يعني شيء بالتعاون ممكن والتنسيق نقفل كل الثغرات اللي ممكن تحصل. ولكن حزب البحث يختلف كل الاختلاف عن تنظيماتنا اللي نحن هنعملها. اشترك معنا. انا قلت رايي في هذا الموضوع، اظن قلته علنا بالنسبه للجماهير بعد سوريا، وقبل سوريا قلت، وبعد سوريا قلت. فانا ما بتكلمش على اساس ان انا رايي معروف الحقيقه. هو في رايي علشان نتكلم في هذا الموضوع لازم نحدد اهدافنا ايه، واما نحدد اهدافنا ونعرفها كويس يبقى نتكلم في هذا الموضوع ونقدر نحط الوسائل اللي توصلنا الى هدفنا. فاذا كان الهدف وحده بيكون الموضوع مناقشته ليها شكل، اذا كنا مصممين على الوحده. اذا كان الهدف تعاون وتلاحم وتنسيق وإيجاد نوع من المعسكر كالمعسكر الاشتراكي مثلا، يبقى معالجته لها شكل آخر. إذا كان الهدف شيء مشابه للكومنولث بيكون له علاج آخر حقيقة. وأنا قلت رأيي في هذه المواضيع كله معروف يعني. إذا كان هدفنا واحدة، إذا كان في أحزاب مستقلة بتنقلب الأمور إلى التمسك بالسلطة، وبتنقلب من مواضيع عامة إلى مواضيع شخصية، وعلى هذا الأساس بيبقى الوحدة لا يمكن أنها تنجح. وهذا ما حصل مع حزب البعث. النهاردة الصراع بين حزب البعث عليه، حزب البعث بتاع العراق هو حزب البعث بتاع سوريا. المبادئ دي بتاعت المبادئ اللي هنا والمبادئ هنا ايدنتيكال، متشابهة، واحدة، 1 2 3 4 10. بس الخلاف مين اللي يقود القيادة القومية ولا القيادة القطرية. وعشان كده حصلت حرب أهلية في داخل حزب البعث وانشق إلى بعثين. ده قال أنا القيادة بنفس هذه المبادئ وهؤلاء خونة، وده قال لا أنا القيادة بنفس المبادئ وهؤلاء خونة. إذا الموضوع ما بقاش قضية عقائدية ولا قضية وحدة، أصبح قضية سلطة. في يد من الناس تكون السلطة. ده الحقيقة أزمة حزب البعث الموجودة. حتى نمسك ناس مش في الحكم، نمسك القوميين العرب. أزمة القوميين العرب، من الذي يتولى السلطة في داخل القوميين العرب؟ هل هذا الجناح اللي هو جورج حبش وفلان وفلان، أو هذا الجناح اللي هو الحواتمة وفلان وفلان؟ فإذا النزاع ما بقاش على المبادئ، النزاع ما بقاش على الأهداف، النزاع ما بقاش على التطبيق، النزاع أصبح على السلطة. هذا هو الموضوع الأساسي الذي سيمنع العقبة الأساسية في العالم العربي ضد الوحدة. يقال مثلا النهاردة إن يقال في العراق، وقيل هذا، إن النهاردة الثورات اللي قامت قبل اللي كانت موجودة، أو الأنظمة اللي كانت موجودة قبل 5 يونيو أثبتت فشلها وانتهت، ولا يمكن أن تكون ثورة 23 يوليو هي الثورة الأم لأنها فشلت ويجب أن تتنحى. وأما الثورات التي قامت بعد 5 يونيو فيجب أن تكون هي الرائدة، وعلى هذا فثورة العراق هي الثورة الأم التي يجب أن تعمل كذا. هذا ليس الحقيقة موضوع عقائدي، هذا بقى موضوع سلطة. بنمسك حتى في السودان قبل سنة 56 أنا شفت أزهري الله يرحمه، وكله الأزهري والمرضي وزروق كلهم قعدت معاهم يعني، وكلهم بيتكلموا على وحدة وادي النيل وداخلين الانتخابات على الوحدة. أول ما وصل الأزهري إلى السلطة وبقى رئيس جمهورية اتغير الموضوع، ما بقاش الموضوع واحد. ماذا غير الموضوع؟
علم الازهري طول عمره بيتكلم على وحده وادي النيل. لم تكن المبادئ، ولكن اصبح الموضوع هو برضه موضوع السلطه. هل يعني هي دي الحقيقه ازمه الوحده العربيه الموجوده. وانا قلت هذا الكلام الحقيقه كله قبل كده، وجيت يوم انا اتكلمت وقلت من معالجتي للموضوعات العربيه يجب الا تكون هناك وحده عربيه ابدا الا اذا بدات بوحده سياسيه. وطلعت من هذا بان علشان نعمل وحده عربيه سليمه يجب ان تقوم الحركه العربيه الواحده. لان فعلا نمسك مثلا الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي فيه عدة جمهوريات، وكل جمهورية في الدستور مستقلة وكذا، ولها رئيس جمهورية ورئيس وزراء. ولكن ماذا يوحد فعلا الاتحاد السوفيتي؟ يوحدوا الحركة الواحدة اللي هي الحزب الشيوعي الواحد اللي موجود في الاتحاد السوفيتي. ده الحقيقة الموضوع بالنسبة يعني كلامي ما هواش جديد، كله أنا قلته من سنوات يعني. وأنا في رأيي أن تحقيق الوحدة العربية عملية صعبة جدا بالنسبة لهذه ولكن علشان كده لما نقعد ونتكلم لازم نقول أولا إيه هدفنا، وعلى أساس هدفنا نقدر نعالج مواضيعنا السياسية الشعبية والدولية.